اعتقل رجال الأمن 110 أشخاص، 24 راشدا و86 قاصرا. السلطات الأمنية اعتقلت أيضا 44 شخصا داخل الملعب، اختلفت تهمهم بين تكسير وتخريب الحافلات وإلحاق خسائر بملكية الدولة وإتلاف منشآت ذات النفع العام مع حيازة السلاح الأبيض أثناء القيام بأعمال الشغب والرشق. ومنهم كذلك من اعتقل من أجل التخدير البين وإحداث الشغب والفوضى بمحطة القطار الميناء وإلحاق خسائر مادية بملكية الغير وتعنيف القوات العمومية. موظفو ولاية أمن الدار البيضاء لم يسلموا من أحداث مركب محمد الخامس. 44 رجل أمن من مختلف الرتب، منهم 4 عمداء شرطة تعرضوا إلى إصابات متفاوتة الخطورة إثر التدخلات، إضافة إلى تحطيم 9 سيارات رجال الأمن و4 سيارات رجال الوقاية المدنية، دون نسيان التخريب الذي طال مرافق ملعب محمد الخامس. هي حصيلة مخيفة حدثت قبل وأثناء وبعد انتهاء مباراة في كرة القدم، فمن يتحمل مسؤولية ما وقع السبت الماضي؟ وإن كانت المسؤولية تبقى مشتركة بين من يسهر على عملية ولوج الجماهير إلى الملاعب الوطنية.